صافي بسم الله على بركه الله. غنتاخذوا الماء غنديروا طريقه التحضير. اول حاجه البنات عندي 2 كيسان ديال السميده رقيقه خاصه ديال الحرشه، وديما بقياس كاس العنبه. غادي نديرهم هما الولا، انا راه ديجا غربلتهم صافي. وعندي هنايا كاس ديال الدقيق الفورس، انا استعملت النوعيه الجيده حتى هو راه غربلته صافي البنات. وغادي ندير ان شاء الله واحد المعلقه صغيره ديال الملحه اللي غادي نستعمل، يعني ما غاديش نكثر نهائيا الملح. صافي غير هذا القياس، ما كيعجبنيش انا البغرير يكون مالح بزاف. صافي غادي نخلط هاد النواشف هما الاولى ان شاء الله صافي. وغادي نزيد 3 كيسان ديال الماء اللي دفيتو، غير دافيه البنات غير شويه، ما يكونش دافيه بزاف. انا غادي ندير 3 وغادي نشوف. صافي غادي نخلط بهذه الطريقه بسم الله. غادي نزيد ديك شويه اللي بقى ليا يعني من الكاس الثالث، نخلط مزيان. هنا البنات انا غادي نزيد الكاس الرابع لان الخليط ثقيل. السميده راكم عارفين بان كتشرب صافي. وعندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، انا غادي نزيد لها واحد شويه ديال الماء وغادي ندوبها وتذوب مزيان. صافي غادي نخليها على جنب تذوب. وعندي هنا واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوه 8 غرام غادي نضيفو. صافي البنات من بعد ما دابت ليا ديك المعلقه صغيره ديال الخميره اللي ذوبتها فواحد شويه ديال الماء، انا غادي نضيفها على هذا الخليط ديال الدقيق والماء. وبالنسبه للسكر الا بغيتو ديروا واحد شويه ديال السكر ديروه تقريبا واحد المعلقه صغيره وصافي ما تكثروش. صافي دابا انا ان شاء الله غادي نطحن البغرير ديالي. غادي ناخذ الكاس ديال الكهربائي، يعني هذه هي المرحله المهمه في البغرير، هو هذا الكاس. باش البغرير ديالكم يجي زوين غادي تطحنوه مزيان حتى يتكونوا ديك الفقاعات في الوجه ديال العجينه. صافي ديك الساعه حبسوا تما تعرفوا بان البغرير ديالكم صافي راه تطحن مزيان، وان شاء الله غادي ينجح معكم. صافي كما قلت لكم البنات دابا غادي نطحنوا تقريبا واحد 3 ديال الدقائق ونتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات انا راه طحنت تقريبا 3 ديال الدقائق. هادو هما الفقاعات اللي قلت لكم غير كيتشكلوا لكم صافي في السطح ديال العجين. عرفوا بان البغرير ديالكم راه ناجح ان شاء الله 100%. صافي دابا ان شاء الله غادي نفرغوه في ديك الاناء اللي عجنت نيت فيه. صافي باش غادي نطيبو ان شاء الله مباشره. نسخن المقله ديالي، وهذا هو الخليط البنات، ما كيجي لا ثقيل ولا خفيف ديال البغرير. صافي
هذا هو البغريره البنات. شوفوا ما شاء الله كيجي بحال الشهده. شوفوا ما شاء الله البنات. انا غادي ندير معكم وحده اخرى ان شاء الله. صافي البنات، من بعد ما طابت ليا كما كتشوفوا تحمرات. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله بغرير كي داير كله تبارك الله. داير العوينات وجاي خفيف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. وبالنسبه للطياب انا ما كندردش المقله ديالي بالماء، يعني الاغلبيه كيبقاو يديروها من تحت الروبيني وكيفزقوها يعني كتبرد. لا انا غير كنطفي البوطه، يعني بين الطياب ديال البغريره وبغريره كنبقى نطفي البوطه. صافي هادشي اللي كندير انا. صافي فاش طابت ليا البغريره الاخرى راه طفيت البوطه ودرت الخليط ديالي ديال البغرير، عاد شعلت البوطه. المهم انا غادي نوريكم فواحد البغريره باش تشوفوا يعني المراحل كيفاش دايره. شوفوا ما شاء الله البنات. انا راه ما كنحبس نهائيا حتى شي مرحله باش تشوفوا كل هاد الطريقه. صافي دابا راني طفيت البوطه كما شفتوا. غادي نهز البغريره ديالي. صافي راها طابت. ها هي البنات، يعني كله بغرير ما شاء الله بحال بحال. كما قلت لكم البوطه راها طافيه، هانتوما كتشوفوا. غادي ندير دابا ان شاء الله البغرير. غادي ناخذ واحد الكميه بسم الله. صافي وغادي نشعل. هذه هي الطريقه انا ديالي في الطياب ديال البغرير. يعني من الاحسن بلا ديك كل مره كتشللوا المقله، يعني هاد الطريقه كتجي سهله. صافي وغادي نخليه ان شاء الله حتى كله يدير العوينات. هذا هو البغرير البنات. من بعد ما طيبته كملته كامل، دابا ان شاء الله غادي نديرو الطبسيل اللي غادي نقدم فيه. شي تبارك الله راه كنت اللي كنطيبها راه كيهزوها وليداتي كياكلوها، لان كيعجبهم بزاف البغرير. حتى هي بهذه الطريقه هذه اللي عطيت لكم. شوفوا ما شاء الله البنات، يعني كله كيجي مثقب كله. هذا هو البغرير البنات. انا غادي ندير له واحد الرشيشه ديال زيت الزيتون بالنسبه اللي كيبغي الزيت بهذه الطريقه. صافي ان شاء الله كتقدموه مع واحد البريد ديال اتاي ديال النعناع ولا الشيبه في هذه الوقيته ديال البرد. وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا ان شاء الله عليا في التعليقات كما كتجربوا الوصفات وكيعجبوكم. صافي شوفوا ما شاء الله البنات، يعني كله كما قلت لكم كله مثقب، يعني حتى شي وحده ما كطمس، كله تبارك الله. وبالنسبه للاخوات اللي كيشوفوا اول مره القناه ديالي ما ينساوش الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد القناه ان شاء الله.
وشكرا بزاف للاخوات والاخوان اللي متابعيني وكيدعموني بزاف. الله يخطيكم عليا وعلى التعاليق ديالكم الزوينه.